وهذه اللي تقول ماشي قضية سياسية. إلى هنالك إنسان اللي تيحب بلادو، تيحب تاريخه والمجد ديالو، ما تيسمحش الجهال كما كان موقفهم في مجلس بلدية أو في عملة أو في أي حد وكما كان شخصيهم أن يتمازحوا بقرون التاريخ وهم جهال. لما يتزاد عن ذلك الغش والتلاعب بالأموال الدولة هذا أكثر وأكثر. مازال الأموال يمكن الإنسان يفديها، لكن ما يقدرش يرد الأشياء ديال القرون اللي كانت. عندنا مؤرخين تيتلاعبوا مع التاريخ، معاصرين وجميع الكليات تيقريوا التاريخ. شبن التاريخ تيقريه؟ الاولى كتاب بحال الكتاب ديال التاريخ ديال مولاي عبد الرحمن بن زيدان ما عندناش. مشكلتنا في العالم الثالث ان ماضينا ماشي في يدينا، ماضينا كتبوه الاخرين، الغرب كاتبوه، ومنين تنقراو عليه تنقراو بالعيوب الاخرين. اذا حنا عندنا خصنا بعدا نستبدلوا الماضي ديالنا، الحاضر ما نحضروش فيه. حنا مستعمرين ومستعمرين اكثر من اللي كنا من قبل، وغادي نوري لكم شنو المعنى ديالها. بان اليوم في سنه 93 المغرب هذه المدينه مكناس مستعمره اكثر من اللي كانت في عام 53. واستعمار حقيقي. اذا الحاضر ديالنا ما كاينش، مستقبلنا مرهون. مستقبلنا كله ليس هنالك مغربي واحد عنده دراسه او قام بسميته للمستقبل الا اللي تيستعمل المستقبل بطريقه باجرام، وهو باش يتهرب من الحاضر. يقول في عام 2000 غتكون عندنا كذا وكذا منفرش في السبيطارات. شمن دراسه درتي؟ شمن ترتيب درتي لها؟ شمن تكوين؟ شمن ميزانيه؟ تجي وتقول هذاك ديموغاجي. هذه هي الديماغوجيه. المستقبل والدراسات المستقبليه شيء جدي، ماشي التلاعب فقط الحملات الاختباء الانتخابيه اللي غندير لكم وغندير لكم. اذا حتى المستقبل ديالنا الواحد اللي درسوه فرنسا دارسه المستقبل ديالنا وعندها مخططه له المشاهد ديالها. اسبانيا دارسه المستقبل ديالنا في الحوت وغيره داروا المشاهد ديالها. امريكا دارسه المستقبل ديالنا. واهم شيء حنا اللي مستعمرنا واللي دخلنا الفم السبع، وهي البنك الدولي وصندوق النقد اللي تتحكم بهذه البلاد اكثر من اي مسؤول كما كان في هذه البلاد. اذا شنو بيدينا؟ الماضي ديالنا ماشي ديالنا، خصنا نخدموا في 3 المرات. خصنا نمشيو الماضي ديالنا شنو هو، خصنا نشوفوا كيف نتحركوا في الحاضر ديالنا، خصنا نفكروا في المستقبل ديالنا. هذه 3 الامورات في ان واحد صعيبه جدا، ولكن ال3 مرتبطين. كيف غادي يمكن لك تدرس المستقبل ديالك؟ كيف غادي يمكن تقول انا لين غادي لا عرفتي ما عرفتيش منين نجي؟ وكيف غادي يمكن تقرر لين تمشي الى في الوقت اللي حاضي قدامك جوج البوليسيه حاضين لك من الغرب تيقول لك هذا ما تتحركش من هنا، هذا خصك تمشي هكذا ولا مشيتي بحالك. كيف غادي يمكن تتبع؟ كيف بغيتي الاطباء ديالنا والمهندسين ديالنا اللي تيجيو تيجلسوا على راسهم، واللي تيدخل في البيع والشراء، واللي تيعمل مشاريع، واللي تيولي مندوب تيتقدم للانتخابات، واللي كيف بغيتي يتبع هذه المعرفه ويبقى عالم ولا يبقى طبيب؟ تولي خطير، انما ما متبعش الواقع. تولي خطير كالطبيب اللي ما كل عام ما تيرجعش على الاقل شهر يعرف واقع، خطير على الانسانيه. وتتكلم صراحه، مهندس اللي ما عرفش ديال التطورات الاخيره خطير. مهندس اللي تيبقى لي مدير عام او بي دي جي في شركه 10 سنين انت عمره ما يبقاش يقول لي مهندس. واحد تيحارب المهندس الحقيقي اللي عاد خرج وعنده 30 عام، لان عنده مركب تعرف اكثر منه. اذا تيحاربوا باش يمشي بعده ويرجع للخارج، والحمد لله على الخارج. كل سنه يعني بعض الناس تشوف ما عجبهمش كلامي، يعني راه حر، اللي بغى يخرج ما عندي حتى امان يعني. كل سنه تزداد 40,000 كلمه علميه. اكبر قاموس فرنسي او عربي ما فيش 40,000 كلمه. كيف غادي تتبع وتعرف 40,000 كلمه جديده اللي دخلت في اللغه العلميه؟ الا ما كفاكمش هذه الامورات، شنو هو التطور العلمي؟ وهو هذا اورديناتور عام 61 شركه تاتشتاون دلتا خرجت حاسوب تعمل 8.6 مليار بالعمليات حسابيه ثانيه. 8 مليار 6 دوبيراسيون سكوند. معلوم ذاك الحاسوب تيسوى 20 مليون دولار. العام اللي داز وصلوا ل 10 المليار ديال العمليات
الحسوبيات الثانيه تبغي نذكر مع مسؤولين في العالم الثالث اللي دماغهم مازال خدام على الاسلوب ديال عام 14 اللي 4 ساعات من تيجي نكتب على التاريخ الناس شبه بسرعه تيدور بخو ولا غادي يخدم لكن غتعامل مع العالم كما هو. هذا واقع، هذه ماشي امور خياليه اللي تتكلمكم عليها. وطبعا هنالك شيء اخر وان المشاكل زادت تتعقد وتتعقد وتتعقد، وهذا شيء اللي متوافقين عليه جميع الناس في الدراسات المستقبليه. تقول غندخل القرن 21 ما غادي يمكنش. ساير وتسير القرن 21 مؤسسات القرن 18 والقرن 19. ولما تتكلم عن المؤسسات القرن 18 والقرن 19 بما فيهم البرلمان، بما فيهم المجلس الاعلى القيادي، بما فيهم هذه المؤسسات اللي جات في القرن 18 والقرن 19 لكي تحل مشاكل آلية في ذاك الوقت. اليوم العالم محتاج مؤسسات اخرى تماما، محتاج الحكومات اللي ماشي فيها وزير الفلاحه وزير الصحه وزير ما يمكنلكش تقطعها، لان وزير الصحه بلا ما يعرف المشاكل ديالو ماشي عنده مشاكل. وزير الصحه 80 فيهم عن وزير الاشغال العموميه، لان نعطي الناس نضيف 80% ديال الامراض تنخلص. انا وقع لي عام 73 كتب كتاب تاع الامم المتحده وعليها خرجت عام 76 من النظام كله، سامحت فيه فيما فيه من رطرات وخديت 90% ضعت في الاجره ديالي وسامحت فيه لان شفت ان القيام علاش نبني نظام الامم المتحده غادي هو خدام للقيام اليهوديه المسيحيه بعلم. واخا كان بين يدي الاطار الثقافي للعالم كله والعلوم الاجتماعيه للعالم كله حاول عرفت راسي بوحدي. وبالاساس اللي كنت نجبر كعراقيل ماشي هو الغرب، هو هذوك اللي في حكومات البلدان العالم الثالث هما اللي عجبهم ذاك الغرب، وهما اللي منهم يطيروا وينزلوا واخا تبغي بيعاه باقيين، لان عارفين ما كاينش اللي غادي يحميهم بحالو، وإلا مشى غادي يمشيو بحالو. وهادشي اللي غادي يوقع في المستقبل. تقول لنا بالدراسه عام 90 غادي يكون وعام 2000 غادي يكون، في 10 سنين بس المؤشرات هنا يحققوه، الغلط ديالي 5%. توقعتي شي حاجه غادي يجي الوقت اللي غادي تبين كان التوقع ديالك كنحققوا له. وما ناشي عندي قوه ديال النبوءه، استغفر الله العظيم، اللي تنبغي نبرهن بهذا الشيء اللي تنقول لكم. راه عباد الله راه هذه علوم، راه هذه تدرس، انسان تيهرس عليها سنانو، تيسافر عليها من قد العالم لقد المعالم، تعمل يدو على وثائق اللي ما غتجبرهاش في الكليات ديالنا حتى دابا 10 سنين اللي عرفوا قيمتها. ما عندناش فلوس، عندنا فلوس الحفلات، ما عندناش فلوس الكتب. ونزيدكم الفقره الثانيه اللي مكتوبه في التواريخ تنعاود نأيد. راه احسن حاجه تتعجبني انا في المحاضره وتتوقع لي ومن شي حد تيتقلق ما يعجبوش بحالو تيخرج، راه تيدخل عليه واحد ما تصوروش، واحد حقيقه والله تنرتاح، لان تنحس بعض الناس مضيقين بلا ما نشوفهم. هذا بحال اللي تعمل مسرحيه تتحس بان كاين كهرباء وتضيق به، ملي تخرج ترتاح وما بديش الله غالب. نزيد لكم الفقرات الثانيه اللي مكتوبه في عام 81. إن المستقبل الممكن والمنشود ونحن بصدده يتركز أساسا على تجديد الإسلام، إسلام الاجتهاد وليس إسلام التقليد الذي كان وراء سقوط حضارة وابتعاد تدريجي عن مهمة الخلق والإبداع الذين أوصلهم المسلمون إلى يوم الفقهاء جزفاء إغلاق باب الاجتهاد. إن الإسلام دين متفتح يترك للفرد مبادرة كبرى وحرية في التكييف والتغيير والتوقع والتحولات. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يتوقعوا المستقبلية في فجر الإسلام لما كان هناك اليوم مليار من المسلمين. هذه كلام مكتوبة لي عام 82 81. تشوف السحاب ماشي، لكن تعاود ما تاخذ معي ذاك الاعتبار السحاب، تعاود تمشي للسباب ديال هذه القوة الروحانية اللي جا لا حاربتيها. شتي ملي تحاربها تزيد عاد تقويها، تزيد عاد تشعل فيها العافية، تزيد عاد تردد مع الحق، تجي معك تفاوض معك بحرية. قلت لي الحرية بغينا الحرية، بغيتي الديمقراطية احنا سيدي الديمقراطية، بغيتي الانتخاب احنا سيدي الانتخاب. لا في تونس نعمل حزب واحد ونقدم راسي. سي مبارك جاب 99 39%. جماعة الصحفيين والحاجة الواحدة اللي كاينة اليوم في الوحدة العربية والتنسيق ما بين وزراء ديال الأمن والبوليس، بالخصوص ما بين الجزائر وتونس ومصر. هذا باش خدامين كل نصف الوحدة العربية في ميادين أخرى بحال اللي كاينة طبعا في هادشي تيتعاونوا مع الموساد ومع الأمريكانيين ومع المخابرات الفرنسوية. اللي فاين شاف شي واحد قال الله أكبر صافي تسجل.
نسالوك ندخل لهذا الخوف هذا، انت اللي تدفع الناس لهذه الحيثيه. جيت سيدي مفتوح، جيت عندك انا تنطلب، ياك انا عندي الحق، كل واحد تقول له حريه، عندكم حزب سياسي، علاش انا ما نكونش؟ علاش انا ما نتقدمش؟ ومنين نتقدم وننجح في الانتخابات نقول